رقم 4 معانا في القايمة وهو فيلمي المفضل سويت نوفمبر. Spending 2 consecutive nights with the same woman or finding out this thing might not be as crazy as it seems. You defy every law of nature I know. الفيلم بيكلمنا عن نيلسون، رجل الدعاية والإعلان الناجح اللي حياته كلها شغل وبس، شخص عنده جمود في مشاعره بشكل مبالغ فيه. ونيلسون هنا بيمثل الواقع الجديد اللي احنا عايشينه، اللي اتفرض علينا كلنا، الحياة اللي بلا روح، مجرد جري وجري وجري لمجرد انك تبقى ناجح بمعايير المجتمع. في المقابل شخصية سارة شخصية عفوية ومجنونة، بتعمل أي حاجة بتخطر على بالها، عايشة اللحظة بلحظتها كأنها آخر دقيقة في عمرها. ولما الشخصيتين دول بيقعوا في بعض بيحصل تضاد عنيف جدا. والفيلم بيطرح شوية أسئلة حلوة جدا. هل الحب ممكن يكسر الجمود والبلادة اللي احنا عايشين فيها؟ هل جاذبية سارة وحياتها اللي مش مفهومة هتجذب نيلسون من العالم الموحش بتاعه ليها، وهيقدر يعرف يعني ايه فعلا معنى الحب ولا مفيش فايدة؟ الفيلم ده بالنسبة لي من أكتر الأفلام اللي نهايتها مؤلمة اللي أثرت فيا بشكل كبير.